مولع في ام الشارع عشان جاي يخطبها، دخنه ساعه على الصدر وربه عشان الاخ عبد الله تركي جاي يمارس مشاعره ويطفح مشاعره اللي يا جماعه انا مش قادر اقول لكم قد ايه وحشني الرياكت والله العظيم، بس اللي مش عارف اللي حصل يقدر يرجع بالفيديوز كده للفيديو اللي فات يلقي نظره هيفهم ايه اللي حصل بقى. انا عملت الفيديو ده عشان اريح نفسي، عشان لما اجي رياكت ما تقعدوش تقولوا انت بتتحاج. فيديو 13 دقيقه بيحكي الموقف. ربنا يسامحه بقى اللي كان السبب بقى، اللي يمنعنا عن بعض ويمنع الاشواق والحب واللايكات والكومنتات والحاجات الجميله دي. بالمناسبه اللايكات والكومنتات والحاجات الجميله، يعني ما تنساش تعمل لايك عشان بقى لنا كتير قوي ما عملناش فيديو رياكشن. ما تنساش تشترك في القناه مش مشترك، تفعل زر الجرس، تكتب لي تحت في الكومنتات فوصلوا لي الفيديو ده 30000 لايك باي طريقه، ابعته لقرايبك لاي حد علشان ما بقدرش اتنفس من غير اللايكات دي بجد. بنزل فيديو كل يوم على قناه الجيمنج، انزل تحت لينك القناه تحت، بنعمل عبثيات وفي هبل وعبث، ما تستناش انك تتفرج على جيمر اطلاقا. النهارده عشره عمري وشخص رياكتيت عليه كتير قوي وهو خالد. خالد مين؟ النهارده عندنا مناسبه سعيده، هي مناسبه تخص عبد الله تركي وهايدي، وانتوا عارفين ان عبد الله تركي وهايدي من اكتر الناس اللي انا احتفلت بيهم هنا في القناه. احتفلت مره هو ونيره، بعد كده احتفلت مره تاني نيره وشهاب. هو في مناسبه النهارده تخص عبد الله تركي وهايدي، خطوبه بقى جواز انا ما اعرفش، احنا هنكتشف مع بعض. هو انا كنت فاكر ان هم متجوزين اصلا، بس اكتشفت ان في مناسبه حصلت هما الاثنين، حاجه تانية ما اعرفش هي ايه، تقريبا خطوبه او جواز، ما هم ما قالوش، كانوا بيعزموا الناس يعني على مناسبه وكانوش مفهمين الناس هي دي خطوبه ولا جواز ولا في ايه، لان انا حصل لي تشتت برضو فما كنتش فاهم برضو يعني. فالنهارده يا جدعان جايين رياكت على فرح عبد الله تركي ونحتفل مع بعض ونتبسط. الراجل عشره برضو وعدينا معاه بمصاعب كتير، يعني توفى في لايف. لو لاحظتوا كمان هتلاقوه شغل مزيكا في قلب اللايف، هو كان قلبه حاسس يا حبيبي هو شغل المزيكا، وكان هينتحر في ستوري تانية، قام طالع غلط نفسي وكان بيصرخ في حاجه. فاحنا جايين النهارده ننبسط ونفرفش ونبارك لعبد الله تركي. والله العظيم يا ابني انا سعيد، والله العظيم انا مبسوط. الواد ده اتجرح كتير قوي، اتداس على وشه كتير قوي يعني بص الدخله خطوبه خطبتها خطوبه وايه الدي جي ده ليه الخطوبه كبيره ليه كده؟ وفستان ده فستان فرح، هو ده فستان خطوبه؟ يعني انت كل ده في الاخر وخطبت؟ انت الليله دي كلها والله هو حقك، انت اتداس على وشك كتير فلازم. ايه الدخله دي؟ ايه ده؟ مش دخله خطوبه دي. انتوا يا جماعه بتصعبوها على الشباب ليه؟ انا مش فاهم. وعشان حضرتك تجيب مشاهدات بيتج احتواء تنزل لك بوست وتقول يا ريت ده كان فرحي، تبهوقها قوي كده. يلا ربنا يبارك لهم يا رب. يلا هو انا ليه ما بتعزمش في الافراح اللي زي دي؟ الواحد بقى يرياكت لايف من هنا، ده هتبقى احلى شغل، ده احلى مشاهدات. لا في انبساط رهيب، انا قلبي بيقول لي ان ده ممكن احتمال كبير يكون فرح. انا لقيت فيديو تاني استنى هيوضح لنا. دلوقتي ايه يا اسطى؟ قاعد بتعشى. بيتعشى هو بيتعشى انا وخطيبتي. يعني انتوا مخطوبين في الاخر بعد كل ده؟ يا جماعه مش الخطوبه دي بيقعدوا يلبسوا دبلتين، اللي تعرف تزغرط تزغرط، اللي ما بتعرفش بتروح الموضوع كبر ليه قوي كده؟ ولا هو بيبقى كبير اصلا المفروض؟ والله انا ما جربتش اخطب قبل كده. دلوقتي قاعد بتعشى. انت ليه مدخلنا في العلاقه قوي كده؟ والله ربنا يستر لما تتجوزوا. انا وخطيبتي، انا والبنت اللي انا لسه خطيبها. خلاص انت بتورينا ايه؟ خلاص انت ماسك ايديه يا عم. الف مبروك عبد الله تركي. تمام يا اسطى تمام، والله العظيم انا مبسوط لك موت يعني. البنت اللي انا لسه خطيبها ايه؟ خطيبها ايه؟ بتفرجنا على ايه؟ زعلانه ولا مبسوطه ولا ايه؟ انا بتضايق من حاجه واحده، ما عنديش اي مشكله في الكلام ده خالص، ربنا يبارك لهم، والعيال اللي عندها 12 سنه اللي بتحب الحاجات دي اتبسطوا عادي اتفرجوا عليه، بس ايه يعني العيال دي ترند، مش واحد برضه مش عايز يدخل الافكار الحقيقيه في خطيبني ايه؟ خطيبني ما اعرفش ليه بحس بحاجات مشاعر يعني في الكابلز دول، يعني دايما بحس معاهم مشاعر ما حسيتهاش قبل كده. اول عشاء. اول عشاء مع الخطوبه. مع الخطوبه يا جماعه، احب يبلغكم اول عشاء مع الخطوبه. ايه الجمله بقى؟ تمام شكرا. اول عشاء مع الخطوبه. اوكي سجل يا تاريخ. سجل يا زنيخ. سجل يا فسيخ. سجل يا تاريخ. انا عمري ما كنت مبسوط النهارده. ايه بتقول مبسوط؟ كلام عشوائي وداخل في بعضه وهي لابسه صاروخ في ايديها والموضوع مش مفهوم اصلا. اعمل كده. تيجي نشرب الشربات. اعمل كده. طب بقول لك ايه؟ بيتسلى بيها. هو انت قاعد فين؟ انت قاعد في حنطور؟ اتعشيتوا فين في الخطوبه ولا؟ هيسيبها. مش هيكملوا. دول ترند. ما بيحبهاش. دول بيسفوا على الناس اللي قالوا مش هيكمل. يا حبيبي انت اتخطبت عادي، طب مش هكملوا بقى. دول ترند يعني انتوا دلوقتي مش ترند، دلوقتي موضوع مش ترند بقى بجد قوي بقى. الخطوبه دي بتنتهي بتليفون برساله ساعات اصلا. مش ان احنا هنتجوز كمان
يا جماعه انتوا خفه دمكم دي هتجلطني. ايه ده ايه ده، دي نيره راحت الفرح. بحب العبث ده جدا على فكره. بترقص للاكس بتاع. انتوا كام سنه بقى على كده يا جدعان والله. طلع ان نيره اصلا ليها اخت. انا كل ده كنت فاكر ان الاتنين واحد. والله كنت بستغرب والله. كنت طلع. عارفين ده كله ليه بقى؟ عشان الترند، عشان ترند، عشان بتوع التيك توك العيال اللي عندها 12 سنه تتبسط مننا. اتمنى المراهقين يكونوا مبسوطين من عبد الله. شغل بيدج اشواق واحتواء ده اللي هو ايه، اللي هي تنزل اتمنى فرحي العروسه المجنونه رزق، العريس الفرفوش رزق. ده رقص غير منطقي. مفيش بنوته بتحب ترقص كده يعني. ممكن وهي بتهزر بتلعب مع اصحابها، بس ان هي ترقص في فرحها. بس الحاجات دي بتبقى لزوم بيدج احتواء زي ما قلت لكم. انت يا ابني انت هتاكلها بالروسيه ولا ايه؟ تقريبا عبد الله عايز يديها بالدماغ. الواد ده بيعمل حاجه في دماغه احنا مش فاهمينها. يا الواد ده ذكي قوي وعبقري وبيعمل حاجه انا مش فاهمها بجد. انا ما بقتش فاهم. هي شافت حاجه تقريبا. دي شافته بقى وهو بالبدله وهي هو ده خطوبه تانية اصلا ولا فرح تاني ولا ده هو ده ايه؟ طب ما هو ده الفيديو ده من 8 شهور تقريبا. هي مزنوقه او في حاجه تقريبا. في ايه؟ خلاص يا جماعه، ما حد يشوف لها الحمام. طيب يا جدعان ما دي خطوبه المفروض. كرسيين فوتيه وشويه بلالين وخلاص. يبقى التاني كان فرح. ايه ده يا جدعان؟ ما تضحكوناش بقى يا جدعان. لا نضحك. بقى نصور الصورتين. عبد الله بيقول لهم ما تضحكهمش بقى، سيبينا نصور الصورتين. يعني هو مش يقول لها سيبينا نقرا الفاتحه. سيبينا نصور الصورتين بس. خلاص هو ده الهدف من القعده اللي هم عندنا دي. انا حبيتك جاي للبيت بحاله. جاي للبيت بحاله ايه يا اسطى؟ اقفل القميص يا اسطى. ايه يا ابني في ايه؟ انت ايه يا ابني فاتح؟ انت واخد راحتك قوي في بيتهم ليه كده؟ انا مش فاهم. يا جماعه انا قريت الفاتحه. دي كانت دي قرايه فاتحه بفستان برضو وبلالين تانية خالص. والف مبروك. اقفل القميص بقى عشان اخيرا قرايه الفاتحه دي كانت من سنه ونص والنهارده اتخطب. لا انت ربنا معاكي يا هايدي. انت معاكي 4-5 سنين بقى كده على ما تخلصي. يس يا اسطى ياس. وقعدت ووفيت خلاص. روح بقى. فتحة. ايه؟ انا صح. انا مش قادر اكمل الفيديو اقسم بالله. مبروك. طب بتعملوا ايه؟ طب ما تحضروا حاجه تقولوها قبل ما تفتحوا الكاميرا بدل العشوائيه والعبث اللي بيحصل ده. احنا بنفتح الكاميرا وناخد قرارات ولا ايه اللي بيتم؟ طب ما هو في خطوبه اهو. يا دي النيله السودا. وفي بيلبس دبله اهو في الفيديو اللي من سنه ونص. هو الفيديو اسمه خطوبه هايدي وعبد الله تركي. وليه دونجل ما جاش؟ انا عايز اعرف ليه دونجل ما جاش دلوقتي. هي حاجه غريبه فعلا. دونجل ما يحضرش فرح زي ده. هو مين دونجل اصلا؟ النهارده هكلم ابوكي. خلاص يا عبد الله. ده انت خطبت قوي يا اخي. ده انتوا قابل قوي. ايه الحب ده؟ طب يا جدعان كده نكون خلصنا فيديو. استنوا يا جدعان استنوا. انا لقيت فيديو ندى محمد طلعت غيرانه من خطوبه هايدي كامل وعبد الله. ايوه انا اموت في الغيره بقى والتحديات دي. انا عايزه اقول لكم ان اليوم بجد اللي هروح افرش فيه الشقه انا هموت من العياط. ليه انا مش هعمل حاجه غير ان انا هعيط. ليه يا لهوي يا ايه يس. يا لهوي. مش مصدقه بجد. مش مصدقه ايه؟ انت لسه ما فيش حاجه تتفرش لسه. معلش انا بفصلك شويه عن المود اللي انت فيه. بس هو لسه انت ما فرشتيش الشقه لسه. يعني انا كنت شايفه من فتره الشقه على المحاره. تمام يعني انا قايله لشركه الديكور الحاجات اللي انا كلها عايزاها. تمام فانا ما رحتش لحد دلوقتي تمام عشان اتفاجئ. اوكي. متخيلين اروح الشقه واشوف الحاجه اللي انا كنت عايزاها. تخيل الكلام اللي انت قلتيه ده ازاي بصراحه. تروحي تلاقي الحاجه اللي انت عايزاها طبيعي انك تروحي تلاقي ما تلاقيش الشقه مثلا. ده الطبيعي مش الحاجه يا نهار اسود. بعد كده افرش. لا مش معقول. هو بعد ما بنشطب بنفرش؟ ده موضوع غريب جدا بصراحه. انا عبيطه قوي بجد. عبيطه قوي. لا ما تقوليش على نفسي انا اللي عبيط. انا اللي ابويا قال لي شوف لك شغلانه ثانيه. انا اللي عبيط. بس فين ان غيرانه بقى من خطوبه هايدي؟ انا مش فاهم. والناس اللي اتصورت معايا وقالت لي هكلمك على الانستجرام. على فكره انا متابعه الانستجرام ومحدش كلمني. الناس صورت معاكي فين؟ صورت معاكي في الشقه اللي على المحاره ولا ايه اللي حصل؟ انتوا كنتوا عاملين ايفنت هناك ولا؟ بس انا بحلم. حاسه ان الدبله دي لا انا بحلم. اكيد انا بحلم. ايه اللي بيحصل ده؟ دونجل ده عبيط قوي وخلاني عبيطه زيه. ايه ده؟ هو ده دونجل اللي ما جاش خطوبه قرايه فتحه عبد الله تركي وحمدي ايه ده؟ هو ده دونجل؟ لا انا مش هتفرج على الفيديو. لا والله لا والله مقصور. لو دونجل كان راح كنت والله كملت الفيديو. بس خلاص بقى انت دونجل.
الواد ولع في الشارع عشان يقول لها انه جاي يخطبها. دي كانت دخلت الحانوتي. ايه ده؟ ريمي ستيريو في العربيه اهو، مولع في ام الشارع عشان جاي يخطبها. دخنه ساعة على الصدر وربه عشان الاخ عبد الله تركي جاي يمارس مشاعره ويطفح مشاعره اللي يطلع مشاعره علينا. تمام يا عبد، الف مبروك يا حبيبي. بعد كده سلمها شمروخ وقعدوا هما الاثنين يشكلوا في الشمروخ في قلب الشارع عبس. في الاخر الخطوبه عادي بتنتهي برضو بتليفون. كده نكون احتفلنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه مش مشترك وتقولي ده كان فرح ولا خطوبه. ده سؤال الحلقه النهارده. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. كان معاكم محمد كيو، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.